قام يطلع اعذار قبل لا تبدي اللعبه. اللي قدامك هي زوجة نفس الحكم اللي راح يحكمون لنا مباراه الريال وبايرن يوم الثلاثاء، ومن الواضح ان زوجته وحب حياته انتمائها لريال مدريد. زين برايك هل هاي اللقطه اللي قدامك ما تستحق ركله جزاء لو لا؟ اذا قلت تستحق فانا راح اوافقك الراي واقول لك نعم تستحق، وان الحكم السيء مال هاي المباراه اللي يعتبر واحد من اسوء حكام الدوري الانجليزي ما حسبها، واللي هو نفس الحكم اللي راح يحكم مباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء. واذا قلت لي ها لا ما تستحق ركله جزاء فراح اقول لك واللي من ناقتك شي ما تفتهم. اكو نوعين من جماهير ريال مدريد، جماهير واعيه ومثقفه وتفهم شنو جاي احكي، واكو جماهير حرفيا عاطفيه وما عندها ادراك عقلي. ما راح اجيب لك حكم اسباني، راح اجيب لك حكم اوروبي ومصنف من الفيفا على انه واحد من افضل 10 حكام بالعالم. اذا سالتك شنو رايك بمارشينياك، اذا قلت لي خوش حكم وعادل، راح اقول لك اوكي خلاص اتفقنا. راح اقول لك هو نفس حكم المباراه اللي انت تقول انه ظلم فرنسا بكاس العالم. راح تقول لي الحكم اللي حسب ركله جزاء وهميه، والحكم اللي ما طرد باريدس وما طرد ديبول والى اخره. واذا قلت لي حكم موزي راح اقول لك هي وجهه نظري، لانه نفس الحكم اللي راح توخيل وقال لي انا اعتذر استعجلت بالغاء الهدف الصحيح مالتكم. ولكن السؤال يبقى يا ترى ليش هذا الحكم السيء راح يصير حكم لهاي المباراه مو غيره؟ واذا تقول انا اطلع اعذار وابكي قبل لا تبدا المباراه، راح اقول لك ان رئيسك صار له 3 مواسم يبكي حرفيا لين برشلونه جاي يفوز بالدوري وهو ما يقدر. حرفيا كاف قضيه نجريرا وجاي يفتر بيها من الاتحاد الاسباني للاتحاد الاوروبي للفيفا الى حتى المنظمات الدوليه الثانيه. ويا سبحان الله بيريز يقول هو انتم ما سالتوا نفسكم ليش لاعبين ريال مدريد عندهم دور ابطال اكثر من الدوري؟ سؤال منطقي عد اجاوبك عليه بعدين.